السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين. غنقدم لكم الحلقة 27 مسلسل رحمة. كما شفنا أصدقائي بأن جمال باغي يتلاقى مع رحمة على ود نور، وهي ما عارفاش بأنها رحمة. المهم أصدقائي غادي نشوفوا بأن فعلا غادي نمشيو باش أنهم يتلاقاو به، وديك الساعة غادي يكون جايب معاه الخاتم على أساس أنه يقدموا النور. ولكن جمال غادي يشوف من بعيد رحمة جاية مع نور. المهم أصدقائي غادي يتخبى وما غاديش يتلاقى برحمة نهائيا، وكذلك بنور. هادشي اللي غادي يخلي أن جمال يفكر مزيان مزيان، وغادي يعيط للنور وغادي يقول لها شوفي خاصني ضروري نتلاقى بك. فاش غادي يجيو اولا فاش غادي تجي عفوا هي، المهم فاش غادي تكون في السيارة غادي يقول لها بأن أنا جمال اللي كنت خدام عند داود شحال هادي. وتما صديقائي غادي تصدم واحد الصدمة كبيرة بزاف. غادي تلقى ان الشخص اللي كتبغي هو الشخص اللي كان البوليس حصلوه مع رحمة اللي هي الام ديالها، والشخص اللي كان دار يد في يد داود، والشخص اللي خرج ليهم على حياتهم، والشخص اللي دخل الام ديالها الحبس. والمهم اصدقائي غادي تبقى غير مصدومه كتشوف في جمال. هو غادي يبقى يهضر ولكن غادي يكون حزين بزاف، لحقاش غادي يعرف بطبيعه الحال بان نور ما غاديش تبقى معاه، غادي تخليه. فعلا اصدقائي صافي نور غادي تصدم بزاف، غتبقى غير تشوف غادي تقول لك كيفاش انت شنو كتقول، غادي تقول لي انت هو الشخص اللي لقاوه مع ماما انت هو. المهم صافي غادي تخرج اصدقائي وغادي تمشي للدار كتبكي كتبكي بزاف بزاف. المهم مصدومه. رحمه ما غتفهم حتى شي حاجه، لحقاش رحمه ما غاديش تلاقى ديك الساعات مع جمال وما غاديش تعرفوا. المهم غادي تصدم، غادي تقول لها مالك بنتي شنو طاري شنو وقع. غادي تقول لها صافي يا ماما خليني عليك انا ما بقيتش، حيت ما غاديش تبغي نور انها تخبر الام ديالها بديك الهضره، لحقاش شافت الام ديالها يلاه السيده بدات كتشوف الحياه، يلا بدات كتضحك، يلا خرجت من داك المشكل اللي كان معاها شحال هادي، يلا نسات، بدات كتنسى داود، بدات كتنسى داكشي كامل اللي طرا معاها. ما غاديش تخبر، غادي تقول لها باينه بسبب داك الشاب ولا داك السيد اللي قلتي لي انك معجبه به وخاصنا نتعرفوا على. دي تقول لها شوف يا ماما صافي داك الشخص غير نساي عليك، وانا ما غنبقاش نمشي للشركه وصافي نساو داكشي في خطره، انا خليني غير في الدار. المهم رحمه غادي تقول او هدي مالها، وفعلا بين ليله وضحاها تبدلات وما بقات بغات تمشي للخدمه، ضروري خاصني نعرف شنو واقع. المهم اصدقائي رحمه غادي تبغي بطبيعه الحال ان تعرف البنت ديالها شنو طاري ليها وشنو واقع ليها، لا ربما واش دار ليها داك الشخص شي حاجه. المهم اصدقائي راه غادي تلاقى معاه ولكن ماشي في الحلقه 27، في الحلقه 28. بالنسبه اصدقائي في هذه الحلقه 27 غادي نشوفوا ان جمال غادي يمشي عند ثريا اصدقائي حتى للمستشفى، لان هو كما قلت لكم راه كان حاضي نتبع اصدقائي ثريا. بطبيعه الحال هو ما غاديش يبقى زاقي وساكت وما كيدير حتى شي حاجه. طبيعه الحال انا متبع ثريا شنو كيطرى ليها، متبع داود شنو كيطرى ليه، راه داير الرجال اللي حاضيينهم. والمهم راه حاضيهم في الصغيره وفي الكبيره. غادي يمشي عندها حتى المستشفى. هي ديك الساعه باقا السيده كتحس بواحد الالم اللي هو خفيف، باقا ما كتهضرش. المهم غادي تشوفوا حيت هو غادي يكون داير نضاضر كيشوف فيها وغادي تشوفوا. المهم غادي تصدم بزاف بزاف. وهنا اصدقائي فاش غادي تجي عندها الام ديالها غادي تقول لها انا شفت جمال ورجعت ليا الحياه، ورجع ليا داكشي ديال شحال هادي. يعني توري اصدقائي فاش السيده غادي تبرا وهادي ما غاديش تبقى تشوف عيسى، لحقاش بطبيعه الحال داود عارفه بان غادي يجري عليها وغادي يلوحها للزنقه وما غاديش يعقل عليها، راه ما غاديش يخليها ان تبقى معاه في الفيلا. وكيف ما قال لها الاولاد غادي نعطيهم الام ديالك انها تقابلهم. في دابا هي شنو غادي دير عينها في جمال، غادي تبغي اصدقائي ترجع زعما داكشي ديال شحال هادي. عيسى صافي غادي تقول لي سير في حالاتك. عيسى اصدقائي اصلا ما غاديش كاع يبقى ليه الوقت فين يقول لثريا في سيري في حالاتك ولا تقول ليه هي سير في حالك ولا هادي، حيت داود راه ما غاديش ينساها في عيسى. راه شفنا اصدقائي الخطه اللي كيدبر لعيسى، باغي يلصق ليه واحد الموتيف كبير بزاف باش يصيفطو اصدقائي للحبس. وهذا الشيء اللي غادي يدير داود، يعني فاش صيفط اصدقائي داك الشخص راه كيوجد واحد الخطه لعيسى. وعيسى اصدقائي كيصوني دابا حاليا، يعني ثوريا كيلقى التليفون ديالها طافي والسيد غادي تخلع، غادي يقول له فين مشات هادي، غبرات غبر ليها الاثار فين مشات هادي. المهم ولكن ما غاديش طيح ليه في البال بان داود عارف شي حاجه، هو عادي غادي يمشي للخدمه، غادي يتلاقى مع داود، غادي يضحك معاه تا داود غادي يتلاقى معاه تا هو يضحك معاه، وغادي يدير راسو ما في بالو حتى شي حاجه، حيت بطبيعه الحال الا عرف غادي يهرب. هو ما باغيش يهرب ليه، هو باغي يشدو مشدو متلبس.
لحقاش راه بسبب اصدقائي خرج لي على مرتو توريه. غادي يقول لي ما لقيتي فين زعما كاينه لما تقرب غير لمرتي من قلت العيالات جيتي غير لمرتي انا لحقاش قلتي مع راسك هادي عندها الفلوس ارا نتفق انا وياها نصفيها لداود ونديو ليه الثروه ديالو. وفعلا داكشي اصدقائي اللي باغي يدير عيسى راه ما عينو لا في توريه ما كيبغيها حتى شي حاجه. حتى داك الولد راه ما عينوش في داك الولد هو عينو في الفلوس. باغي الفلوس باغي داكشي كامل ديال داود يديه ليه وداود يلوحو للدص. ولكن داود صدق مطاور عليهم. حنا شفنا اصدقائي شنو وقع لتوريه. وتوريه كما قلت لكم غادي تبقى اصدقائي حاطه على جمال. وتما فين جمال ما غاديش يبغي يعطيها وقت لحقاش هو كيبغي نور. راه غادي تخبروا غتقول لي راه دوك الولاد راه ماشي ولاد داود راه ولادك نتايا. وداود اصدقائي غادي تصدم يعني فاش غادي يشوف بان الولاد كيربيهم حتى كبروا وفي الاخر ماشي ولادو. راه غادي تصدم يعني غادي تكون لداود هذه اكبر صدمه. حيت علاش؟ حيت داود كان ديما الحلم ديالو من شحال هادي فاش يلا تزوج برحمه انه يولد الولد. ديما الولد ديما الولد ولد يزيد يعني ولد المهم معاق. ما بغاش قال ليها لا انت ولدتي لي هذا معاق انا ما كنولدش هادي. مشى السيد صدق راكي المهم غير غادي تصيد لحقاش دوك الولاد راه ماشي ولادو راه ولاد جمال. المهم غادي تخبر ثريا ديك الهضره لجمال باش يرجع ليها. ولكن وتقول اصدقائي واش غادي يرجع ليها غادي يبقى مع نور. المهم يبقى لاصق فيها حتى وكانت تسمح ليه. المهم في هذه الحلقه اصدقائي 27 غادي نكتشفوا بزاف ديال الاسرار اللي كانوا مخبيين ودابا كلشي غادي يكون واضح. غادي نشوفوا نادي اصدقائي راه غادي تكتشف داود. لان داود صافي ما غاديش كاع يبقى يعطي داك الوقت للناديه. فيما تصوني ليه يقول لها ما مساليش عندي مشكل عندي لحقاش كثروا عليه العرارم. ما حيلتو لتوريا ما حيلتو الرحمه اللي شافها وباغي تاني يرجع ليها. ما حيلتو الناديه اللي باغيها وباغي فلوسها. السيد تلف ما بين العيالات ما بقاش عارفه شنو يشد. ولكن توريا هو ما بقاش بغاها. وخصوصا فاش عرف بان بغات تعطيه السم. راه شفنا صديقائي راه ما رحمهاش والو ما رحمهاش خلاها هكاك كتعذب. ولكن مع ذلك ما بغاتش تقول ليه اشنو بينها وبين عيسى. لحقاش هو صديقائي فاش صيفط داك الراجل باغي يتاكد بعدا كاينه واش كاينه شي حاجه بين عيسى وبين توريا. واش كاينه شي حاجه شي علاقه حتى يتاكد 100%. عاد ديك الساعه صديقائي غادي ينتقم منه هو وغادي ينتقم منها هي. لحقاش راه ما غاديش ينساها ليها. غادي ينتقم منها يقول لها كنت كضحكي ليا كتفلي عليا هاد السنين كامله وانا كنت معيشك في الخير وفي العز وكضحكي عليا. المهم داود اصدقائي كما قلت لكم صافي غادي يولي منشغل غير بهاد المشاكل اللي عنده ديال توريا وديال الرحمه. وغادي يبغي صديقائي يرجع لولادو راه غادي يتلاقى مازال مع رحمه يقول لها بغيت نشوف ولادي بغيت نشوف ولدي. فاش غادي يتلاقى معاه اصدقائي المهم غادي يلقى داك الولد اللي رسم الصوره ديالو. راه غادي تصدم اصدقائي. المهم اصدقائي عطيتكم بعض احداث مسلسل رحمه. اللي عنده احداث توقعات يخلو لنا في التعاليق وبسلام عليكم.